السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة غزلانة شانيل. كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كيف غاديين مع توجد الامتحانات، كي دايرين وليداتكم مع الضغط نتاع المراجعة. ان شاء الله يا ربي كل شيء يتوفق وينجح والله يسمعنا اخبار الخير ان شاء الله. اللي باقا تالفة ما عارفة منين تبدا المراجعة الامتحان، راه سبق لي وحطيت واحد الفيديو كيفاش تراجع الامتحان بذكاء وتركيز وبدون توتر وفي وقت قصير. فيه بزاف نتاع النصائح المهمة لكل طالب وطالبة. رجعوا تشوفوه في القناة باش تهناو من هاد التلفة، والله يوفق الجميع بالنجاح ان شاء الله. والان غندوزو الفيديو ديالنا. كيف كتشوفوا قدمت لكم فيه كيك الكريمه بجينواز رائعه في الخلاط الكهربائي وبمكونات مفيده ولذيذه وسهل وسريع في التحضير. على بركه الله غنبداو الوصفه ديال اليوم. كناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي، كنديروا فيه 3 ديال البيضات، كيس فانيلا، واحد 5 ديال التمرات، وكاس ديال الحليب، وكنضيف كاس لاروب ديال السنيده، وشويه ديال المكسرات، اللوز، الكركاع مهرمش، 2 معالق ديال الشكلاط بودره. وكنخلط المكونات جيدا وكنضيف عليهم كاس لاروب، كنضيف عليهم كاس لاروب ديال الزيت. وكنخلط، ومن بعد كنسكب الخليط في واحد الاناء باش كنضيفوا عليه باقي المكونات الجافه، 2 كيسان ديال الدقيق، و2 خمارات الحلوى 16 غرام. وكنخلط المكونات حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. من بعد كنصب الخليط في قالب الفرن. وكندوزو نحضروا الكريمه. كناخذ كريم شونتيي وكنخلطها مع ربع لتر من الماء عوض الحليب، وكنخليها تبرد. وهذه هي الحلوى. من بعد ما طابت وبردت كنقسمها على 2 وكنسقيها بالحليب مخلط مع الشكلاط، وكنضيف لها الكريمه وكنزينها بهذا الشكل البسيط والجميل، او زينوها بالشكل اللي بغيتو نتوما. كتجي خفيفه ورطبه
ودغيا كتوجد. ماشي ضروري كثرة المقادير باش نحضروا كيك بالكريمه اللي نفرحوا به راسنا ونفرحوا به وليداتنا. ما ننتظروش شي حد يخلق لنا السعاده، حنا خصنا نعيشوها لوليداتنا وازواجنا بابسط الاشياء، وندوزو وقت زوين مع الاسره ديالنا. لان السعاده في الحياه هي اننا نحمد الله على ما اعطانا ونقنعوا بداك الشيء اللي عندنا. هنا كنكون شاركت معكم داك الشيء خفيف ظريف، وبغيت نقول لكم شكرا بزاف بزاف على التعاليق ديالكم والتفاعل ديالكم ولي لايك ديالكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.